سؤال: هو ممكن يكون في كواكب من غير مجموعة شمسية؟ في، واسم الكواكب ديت روج بلانيتس أو الكواكب الرحالة، وفي مليارات من الكواكب ديت في مجرتنا. واكتشف العلماء في يناير 2022 إن في 170 كوكب من النوع ده كلهم في نفس حجم كوكب المشتري. أكيد في كواكب تانية بأحجام تانية كتير جدا، وممكن تكون زي حجم كوكب الأرض مثلا. طيب سؤال تاني: كواكب زي دي اتكونت ازاي؟ ممكن تكون كانت في مجموعة شمسية عادية وجاذبية كوكب تاني أثرت عليها فخلتها تخرج بره المجموعة، وممكن تكون الكواكب دي اتكونت من اصطدام أجسام كبيرة جدا مع بعضها. طيب، هي كواكب الرحالة دي ممكن تخبط في كواكب تانية؟ دي حاجة نظريا ممكن تحصل جدا، بس هتكون نادرة عشان العلماء ما شاهدوش حاجة زي دي حصلت قبل كده. بس لو احنا فكرنا فيها ممكن تحصل. كوكب الرحال ممكن يخبط في أي كوكب رحال تاني، بس الفكرة إن مجرتنا كبيرة أوي 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 أوي، عشان كده نسبة ان حاجة زي دي تحصل تبقى قليلة جدا. فهل كوكب زي دوت سهل الناس تعيش عليه او سهل يكون فيه عليه كائنات حية؟ هو نظريا ممكن اي كائن حي يعيش على الكواكب دي، بس هيكون عنده تحديات كبيرة جدا، زي درجة الحرارة اللي هتكون قليلة جدا عشان الكواكب اللي زي دي مش مرتبطة بأي نجم. وفي برضه مشكلة تانية وهي الأشعة الكونية اللي هتفضل تستقبلها طول ما الكوكب ده ماشي في الفضاء وما إلى ذلك، بس نظريا مش مستحيل.